السلام عليكم أصدقاء السفير. كما وعدتكم وتلبية لرغباتكم المتكررة حول قصر فاطمة، ها هو السفير على بعد أمتار من الحدود التونسية يفي بوعده، وسنقدم لكم فيديو خفيف ظريف حول قصر فاطمة. تابعوني واستمتعوا. إخواني، هذه هي الدخلة نتاع قصر فاطمة، ولنوضح هو ليس قصر لاله فاطمة المعروفة فاطمة سمر، إنما هو قصر فاطمة امرأة ذات جاه وغنية يقال في العهد العثماني. أما هذا القصر فيقال عنه أنه قصر روماني، وهناك من يقول أنه قصر نوميدي، وهناك من يقول أنه قصر فينيقي، وتعددت الروايات. وجئت اليوم لألقي نظرة على هذا القصر الجميل، والذي هو في وسط هذه الجنة الخلابة. هذه الجنة الخلابة. إذن قلت هناك من يقول ومن يقول ومن يقول، وأنا أقول كل الحضارات حضارتي، وكل الأزمنة زمانتي، وكل التاريخ تاريخي، لا يتجزأ، سواء كان فينيقي، نوميدي، روماني. ولا أكتفي هنا، بل هناك حضارة ما قبل التاريخ موجودة في بلادي، وهي كذلك حضارتي. إذن لا داعي لتسييس التاريخ إخواني، لا داعي لتسييس التاريخ، فالتاريخ جزء كامل متكامل. إذن هذا هو القصر، قصر فاطمة، وكان فيه طابقين. هذاك طابق علوي اللي هي طابق علوي تشوفوا النوافذ اللي تطلع على الطبيعة وتطلع على حمامات لتحت، وهذا كذلك باب يخرج إلى الحمامات. وهنا ترون هذه القوسة كانت عبارة عن نوافذ في الطابق العلوي. هنا كانت معصر الزيتون، هذه بقايا معصر الزيتون. وهنا كانت الحجارة التي تنقل الزيتون. وفي هذا المخبأ هناك مخبأ أو خزان للزيتون، وحسب ما قالونا أن الزيتون يخرج من هذا المكان. وهذه السواقي التي كان يجمع بها الزيتون. هنا كذلك يوجد فيناء أو بهو لفاطمة. وفاطمة هي امرأة يقال عنها أنها عثمانية ولم تتزوج في حياتها، وكان العطش قد أصاب قومها ذات يوم في مرحلة ما، وطلبت أنه يكون هناك من يأتي بالمياه إلى هذا القصر وإلى رعيتها اللي كانت موجودة على مستوى منتشرة على مستوى كل هذه المساحات، وكانت غلال وزيتون وكرم إذن اليوم أصبحت غابة. وهذا القصر من الجهة الخلفية الذي يطل على الغابة. وهنا جنوب هذا القصر توجد الحمامات. والله لست أدري أزور الحمام أو لا، لأنه بعيد شوية علي المكان وكلها أدغال، وما قدرتش باش نوصل بوحدي بدون ما يكون معايا واحد من أهل المنطقة. الحمامات راح نخليوها إلى فرصة أخرى. اليوم نكتفي بالقصر. هذا هو قصر فاطمة، وراني درت البورتور عليه، فهمت. وهذه الطريق
تؤدي إلى الحمامات. ورغم ذلك سأحاول أن أقوم بفيديو تاني، لأنه طريق بعيد ما نقدرش نصور كلش. نكتفي بهذا القصر، وكنا درنا دورة بهذا القصر. وكل هذه الحجارة المتناثرة لو كان فيه خبراء كانوا رجعوها لأماكنها. كل هذه الحجارة اللي تشوفوها هي حجارة مصقولة، وكانت في مكان ما أو كانت تشكل بناية ما، ولكن راهي مهملة ومنتشرة ان بو بارتو. هذا هو قصر فاطمة بالحدود التونسية الجزائرية ببلد التهيون. كان معكم صديقكم السفير الذي سيحاول الدخول أو الوصول إلى حمامات قصر فاطمة، وسيكون لي معكم فيديو تاني حول الحمامات. سلام.